مصيبة ثانية تتعرض إلها عائلة يمنية في كاليفورنيا، تقريبا نفس العائلة اللي بنيويورك بس بطريقة مختلفة. ومش المقصود عائلة يمنية، هاي القضية ممكن تصيب أي عائلة عربية أو عائلة جاية من مكان ثاني مش عايشين بهاي البلد من أول. اللي صار واحد عنده 7 أولاد كأنه، آه، بيعرف انه ابنه وبنته تين ايجرز بيدخنوا فيب، بيشوفهم بيحاول يعاقبهم، بياخذ الفيب من ابنه وبعدين بيحاول ياخذ الفيب من البنت. البنت بتخبي الفيب من الخوف تحت ملابسها. الأب بيحاول يطول هذا الفيب. الولد طبعا متربي بأمريكا بيصور الحادث وبيحكي مع الشرطة. الآن الأطفال ال5 موجودين مع السوشيال سيرفيس، بس الحمد لله أنه أمهم معاهم. والأب عليه 13 قضية، من ضمنها قضية تحرش جنسي لما حاول يطلع الفيب من ملابس البنت. طبعا هو لا حاول ولا أي شيء من هذا، لكن هو بده يأخذ منها الفيب ويعاقبهم بالطريقة العربية، أو يعني بالطريقة اللي هو متعود عليها. هاي هي المشكلة بتربية الولاد بأمريكا. بدك تدير بالك مليونين مرة قبل ما تحاول إنك تتعامل معهم فيزيكلي بالإيد وبالتهديد، لأنه زي ما احنا شايفين هذا الزلمة إن شاء الله إنه الجالية اليمنية واضح جدا بيحاولوا يساعدوه يلموا تبرعات، يحطوا له محامي قبل ما المشكلة تتفاقم، لأنه في ناس كثير ما بتحكي عن المشكلة وتسمع فيها إلا بعد ما ينحكم فيها بالمحاكم وتصير القضية أصعب زي ما صار مع شغلة نيويورك. فمش عيب إنه الواحد يطلب المساعدة من الجالية ومن الناس اللي حواليه ويحطوا له محامي كويس قبل ما تقع الفاس بالراس وياخذ له 20-30 سنة. والله شيء محزن، بس هاي مرة ثانية أكيد الناس لازم تدير بالها كيف تتعامل مع الأطفال والتين ايجرز بهاي البلد، لأنه الحكومة ما راح ترحم حدا نهائيا. شكرا لكم، رياض الوادي، بليز شير، وتسلموا لي، وألف شكر.